أغلب الناس يدخنون الأرجيلة البابلية طه وما يعرفون منه طه. أنا طه بلشت بصناعة الأرجيلة البابلية اللي تحمل مصنع طه من سنة 2003 إلى يومنا هذا. من بلشت أصنع الأرجيلة كنت أنا صغير أشتغل مع والدي بخراطة المكائن الثقيلة. هذا اللي خلاني يعني صار عندي شغف أكثر إنه أطور من شغلي اللي هو طبعا الأرجيلة هي أيضا يعني تتعلق بالميكانيك. حافظت على نجاحي بالشغل اليدوي وبنفس الوقت بالصيانة. طبعا اللي ياخذ أرجيلة من عندنا بها صيانة سنتين، وبنفس الوقت من يصير عنده ضرر أي شيء يتعلق مثلا بسوء الاستخدام أو سوء الاستعمال، مصنعنا مفتوح من يجي يكون ذو ترحيب عالي وذو ضيافة عالية ونكمل له حاجته ويطلع يكون يعني هو ممتن وشاكر. هاي آلية عملنا طبعا. وصار عندي يعني موقف كلش غريب واني طبعا افتخر به. فاليوم اجاني زبون من فنلندا، فهو كان طالب الارجيله اللي يكون تنفيسه هو هذا ابو الحلقه. انا خطا من عندي كتبت بالاوردر التنفيس القديم، يعني عندنا شكلين بالتنفيس. فهو خابرني صار يعاتبني، قال لي يابا انا ترى الصوره تقرا شيء واللي اجاني شيء اخر. قلت له سهله تدلل؟ قال لي شنو سهله؟ انا يعني مو قريب، انا بهلسنكي بالعاصمه الفنلنديه. فقلت له سهله، البعيد يقرب. فمباشره سويت له كارتونه بالتفاصيل كامله وبعثت له اياه اكسبريس ورحت له بنفسي كملت له اياه من الالف الى الياء وما اخذت من عنده ولا دينار. هذا الشيء طبعا يعني ينحسب للتارجت الي انه افتخر به. ومن بعدها صار اقبال عالمي على الارجيله البابليه، بفضل الله انه صارت عندنا وكالات بكثير دول من ضمنها امريكا وكندا والاتحاد الاوروبي والاردن وتركيا والسعوديه. شباب يعني زبائن يعني كلش يشوفون شيء غريب، يعني انه هاي صناعه يدويه وصناعه مكتوب عليها صنعت في العراق، يعني فتشي يعني انا حقيقه انا كطه افتخر به. اكو معلومه الكثير ما يعرف انه لماذا سميت البابليه. سميت البابليه على اعتبار هي اول من نزلت في فندق بابل. طبعا بعد انتشارها باربع خمس سنوات كانت تسمى ارجيله طه فقط. من بعدها من نزلت من شافوها انه هي يعني اصلها بالمقهى العربي في فندق بابل، سميت البابليه. بالمناسبه انا ما انطيت هذا الاسم، هو الجمهور انطى هذا الاسم. من الامور اللي خلتنا الحمد لله نستمر بالنجاح هو انه اشتغل بيدي واشرف بنفسي واتابع، ودائما عندنا موديلات متجدده. وبنفس الوقت بالمناسبه عندي يعني قوالب كثيره اسويها تتضرر وذو مبالغ عاليه، واني اصر اكون ذو اصرار انه الا اوصل على الشيء. وبنفس الوقت انا عندي فد شيء انه يعني من اكمل ديزاين بنفسي اجربه، يعني من اكمل ديزاين اشغل فحم بيدي واجربه، اشوف اين نقاط الضعف اين نقاط القوه.